هل نحن ضد الترفيه؟ الجواب: إن بلادنا السعودية شرفها الله تعالى برعاية الحرمين الشريفين، فليست كأي بلاد ينتظر منها المسلمون تصدير العلم والعلماء والدعوة والدعاة والريادة في دعم المسلمين في كل مكان، وقد نالت قسطا وافرا من ذلك بحمد الله. بلادنا لا ينتظر منها المسلمون تصدير الغناء والطرب ولا المجون والتجمعات المختلطة التي يرقص فيها الشباب والفتيات. هذه ورب الكعبة التي شرفنا الله بخدمتها، هذه تشوه صورتنا وتنقص قيمتنا. إن الرؤية حين أعلنت قبل سنة تقريبا جاء في ديبجتها النص التالي: ففي هذا الوطن الحرمان الشريفان أطهر بقاع الأرض وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عمقنا العربي والإسلامي وهو عامل نجاحنا الأول. انتهى. وهذا ما نتفق عليه ونفتخر به. فهل ما يحدث من مناشط باسم الترفيه يمثل هذا العمق وتلك الهوية؟ وهل هذا يعكس صورة بلادنا؟ لسنا ضد الترفيه، ولكن قد سبقتنا بلاد عربية قبل عشرات السنين ففتحت السينما التي هجرت الآن، وسبقتنا في نشر منصات الغناء، وجلبت المغنين والمغنيات من بلدان شتى، وتفننوا في إعلان الحفلات الغنائية في شوارعهم ووسائل إعلامهم باسم السياحة وباسم الترفيه وباسم الفن وباسم دعم الاقتصاد. والسؤال: هل تحسن اقتصادها؟ هل زاد هذا في استقرار بلادهم؟ هل خفف هذا من هجرة مواطنيهم إلى بلدان أخرى يطلبون فيها الرزق، وعلى رأسها هذه البلاد المباركة والحمد لله؟ أعني التي هاجر إليها أهل تلك البلاد إلينا. وفي المقابل ما ضرنا نحن حين تمسكنا طيلة السنين الماضية ومنذ قامت هذه الدولة بحمد الله بمنع هذه المنكرات والسفاهات عقودا من الزمن؟ ماذا ضرنا؟ بل لقد كسبنا والله خيرا كثيرا، وصرنا نفخر ونرفع رؤوسنا إذا سافرنا هنا أو هناك بعدم الاستعلان بمثل هذا السفه. ومن زعم أن أمثال هذه المهرجانات والحفلات المنكرة باتفاق العلماء، من زعم أنها تقوي الاقتصاد فليراجع إيمانه وليتدبر جيدا قول الرزاق الوهاب الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله ما حقق مجتمع الإيمان والتقوى بمفهومها الشامل إلا وكان ذلك سببا في جلب البركات، وإن خالف المجتمع فإنما يستجلب العقوبات ويحفر قبره بيده. هل نسينا يا عباد الله أحوال بلادنا قبل 100 عام؟ أنسينا أنها قبل 100 عام من الزمن ما زال المؤسس رحمه الله يكابد لتوحيدها. ثمة خصوم في الشمال والجنوب وفي الغربية، بل لم يكن الحرمان الشريفان قبل 100 عام ضمن الخارطة، بل لم يكن الحرمان الشريفان قبل 100 عام ضمن الخارطة، حتى جمع الله به الشمل واستتب به الأمن رحمه الله وجزاه خيرا. ألم نسمع واعظ الله لنا بعد هذا وهو يقول عز وجل: وكأنما نزلت الآية لتخاطبنا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. لماذا؟ لعلكم تشكرون. فلنحذر أن نكون ممن قال الله فيهم: الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. رابع الأجوبة على هذا السؤال: لسنا ضد الترفيه، ولكن مما يزيد العقلاء استنكارا لأمثال هذه الحفلات والمهرجانات التي ظهرت فيها المنكرات المعلنة هو أن جنودنا على الحدود مرابطون، وفي كل يوم يزف منهم شهيد بل شهداء، ويداوى فيه جريح بل جرحى. فهل يليق بمن أمنوا على أنفسهم وأعراضهم في المدن الأخرى
أن يغنوا ويرقصوا على جراحهم؟ والله لو كان هذا يحدث في دولة مجاورة لنا لكان من المروءة والحياء أن نتوقف عن هذا السفه والمنكر، فكيف ونحن في بلاد واحدة وتحت قيادة واحدة ندفع عدوا واحدا؟ فيا عقلاء بلدي أيها الغيورون، الدول من حولنا تتخطف، والله عز وجل يعظنا بما آلت إليه فيقول: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلنحذر أن نكون عبرة لغيرنا، فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من كان عظة لغيره. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الهبة الشعبية في استنكار ما حصل هبة مشكورة تبشر بخير، والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان لنا ولمجتمعنا، ولا نزال بخير ما دمنا نتناهى عن المنكر، وإلا فاللعنة علينا ستحل كما حلت على من قبلنا إن تركنا ذلك. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأختم خطبتي هذه أيها الإخوة بهذه الرسائل القرآنية التي قالها الله عز وجل لنا: والسعيد من تلقاها وعمل بها. أما الرسالة الأولى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما الرسالة الثانية: قال الله عز وجل: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وثالث هذه الرسائل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ورابع هذه الرسائل وهي الرسالة الأخيرة: قال الله عز وجل في خاتمة سورة النعم سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ما التوجيه بعد هذا؟ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين وأعذنا من حال المبدلين والمغيرين. اللهم إنا نعوذ بك من موجبات سخطك وأسباب عقوبتك. اللهم من أراد بلادنا وشبابنا ونساءنا بسوء، اللهم من أرادهم بغلو أو تغريب، اللهم اكفناه بما تشاء وأنت السميع العليم.